مساء الخير والفل عليكم يا حبايبي، ايه الحلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين. هنبدا فيديو جديد النهارده، والفيديو بتاعنا النهارده بنتكلم فيه عن ازاي تقدري تغسلي شعرك بطريقه صحيحه. هنريح البشره النهارده شويه ونتكلم النهارده ندي للشعر حقه شويه. بس قبل ما نبدا الفيديو، لو انت اول مره تشوفيني او لسه مش مشتركه في القناه، يا ريت تروحي تعملي سبسكرايب للقناه على طول، وتعملي لايك للفيديو ده لو عجبك ان شاء الله، وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل حاجه جديده انا بنزلها. مهم جدا ان انا اعرف شعري هيتغسل كام مره في الاسبوع. يبقى اول حاجه ان انا هحدد عدد مرات غسيل الشعر في الاسبوع، مره مرتين، ده كبرنا قوي. ما ينفعش نزود عن كده علشان ما نضرش او نتلف الشعريه معانا، ما نجهدهاش يعني. تمام. لو شعري كان من النوع العادي او الجاف، مفيش اي مشكله ان احنا نغسله مره واحده في الاسبوع، تمام جدا. بالنسبة للشعر الدهني، احنا ممكن نغسله مرتين في الاسبوع، لان فروة الشعر الدهنية بتحتاج تغسل اكتر من مرة في الاسبوع، بعكس الشعر العادي والجاف. تاني حاجة مهمة جدا ان احنا نسلك شعرنا قبل ما نخش نغسله، علشان خاطر الشعر لو فيه تشابك او في اي نسبة عقد بسيطة حتى وانت تحت المية، الشعر بيبقى في اضعف حالاته، بيبقى خلاص فتلة الشعراية او الجدر بتاعها بيبقى على اخره، يعني اللي هو لو تكه هيطلع معاكي، فانت في غنى عن انك تفضلي تسلكي شعرك تحت المية، هتلاقيه كله طلع في ايدك. فاحنا نسلك شعرنا قبل ما نخش نغسله. تالت حاجة وهي نختار شامبو وبلسم مناسب لنوع شعرنا. احنا يعني كل شعر بيختلف عن التاني، مش كلنا حاجة واحدة، مش كلنا شعرنا بيتعود على حاجة معينة واحدة، فانت بتختاري الانسب ليكي. وطبعا كلنا عارفين ان الشامبو يا جماعه وظيفته الاساسيه والمهمه ان هو ينظف فروه الراس، ملوش علاقه بالشعر تماما. يعني الشامبو ما يجيش على الشعر خالص عشان ما ينشفش معاكي فتله الشعر. البلسم هو اللي بيبقى وظيفته الاساسيه ان هو ينظف الشعر، ما بيجيش ناحيه الفروه. يبقى الشامبو لفروه الراس، والبلسم للشعر. تمام. الشامبو ما بيقعدش كتير على فروه الراس، يا دوبك بتغسلي بيه وتنضفي بيه فروه راسك وبعد كده بتشطفي عادي. البلسم هو اللي ممكن يتساب عادي فتره شويه، 10 دقايق مثلا. رابع حاجه مهمه جدا وهي الفرشه دي يا جماعه. الفرشه دي انا اتكلمت عنها قبل كده في فيديوهات، وقلت ان هي مهمه جدا جدا جدا، وانت بتغسلي شعرك هتنضف فروه الراس معاكي. لو انت طبعا وانت بتنضفي فروه راسك المفروض ان انت بحركات كده دائريه وبتنضفي. تمام. طيب لو ايدك مش قادره تنظف كل الفروه ديت، هتقوم بالواجب، وخصوصا الشعر الدهني اللي فروته دهنيه بنسبه عاليه. اللي بعد كده اننا بعد ما خلاص خلصنا غسيل شعرنا، وهنبدا بقى في مرحله تسريح الشعر او تسليك الشعر. اوعي تمسكي شعرك وهو مبلول او حتى بينقط ميه، لان في الحاله دي او في اللحظه اللي احنا فيها دي الشعر او فتله الشعر بتبقى في اضعف حالاتها وهي مبلوله، هتلاقيها طلعت في ايدك. فالافضل او الاحسن ان انت تحطي عليه بونيه قطن او فوطه قطن، ايا كان حاجه مخصصه للشعر، وبعد كده تسيبيه لحد ما ينشف تماما، وبعد كده تبداي تسرحي فيه. يبقى لا هتسرحي في الشعر ولا هتشدي فيه وهو مبلول، اول ما يبدا ينشف اعملي فيه اللي انت عايزاه. يا باشا سرحتي شعرك وسلكتيه وتمام والدنيا تمام معاكي ونشف وبطل ينقط تماما، هتبداي بقى تلفيه. احسن طريقه تلفي بيها الشعر وما تخليهوش يجزع معاكي او يبقى فيه كسور او فيه اي حاجه بدون ضرر ولا حراره ولا مكوى ولا اي حاجه، هي الطاقيه. الطاقيه يا جماعه دي احسن طريقه ممكن تفردي بيها شعرك وانتي اصلا مش واخده بالك. في ناس بتعملها مثلا قبل ما تنام وتنام بيها، بس بتشيل منها البنس اللي بتبقى ربطها بيها، يعني بعد ما بتلف الطاقيه بتبدا ان هي تحط فيها بنس عادي، بعد كده بتلبس حاجه شربة او حاجه وتبدا تسحب البنس دي علشان خاطر تتفادى التكسيرات اللي ممكن تحصل في الشعر. لو مش هتعرفي تعملي كده ممكن تلفيها عادي اثناء النهار وانتي مش نايمه عادي، بس بيقولوا ايه ان احنا مش هنكبت نفسنا طول النهار. يعني انا كواحده من الناس لو عايزه الفها قبل ما انام، يعني عشان ما افضلش قاعده مخنوقه بيها يعني. تمام. والصبح لما اصحى اسرح شعري عادي وكأن شيئا لم يكن، ولا حرارة ولا مكوى ولا دخلنا اي نوع من انواع الضرر اللي ممكن تضر شعرنا بيها. هل معنى ذلك ان احنا مش هنستعمل الحرارة اللي هي زي المكوى والسشوار والحاجات دي؟ لا يا جماعة نستعملها، بس احنا بنستعملهم في المناسبات، الحاجات اللي هي بتكون مهمة قوي لازم خلاص بقى ضروري. وعموما احنا اصلا في الغالب كلنا معظمنا محجبين فما بنحتاجهاش، هي بتكون في البيت برضو، بس بنستعملها في المناسبات زي الاعياد مثلا، عندنا فرح مثلا محتاجين نعمل زي العروسة
نكوي شعرنا، نعمل لون حلو فيه، الكلام ده كله. ففي الحالة دي بنستخدم المكوى او السشوار. غير كده في الايام العادية احنا مش هنقربها لشعرنا خالص، حفاظا على صحة شعرنا. تمام كده انا خلصت معاكم الفيديو. ما تنسوش بس تعملوا لي سبسكرايب للقناة، وتعملوا لايك للفيديو ده لو عجبكم، وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله. مع السلامة.